السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كده على السريع اقول لكم ايه الخامات اللي موجودة عندي. تمام. طبعا في خامات تانية كتير، بس دول اللي معتمدين في الاونلاين. اول حاجة عندي الجاكار، وتاني حاجة الانترلوك. حلو جدا الانترلوك، خلي بالكم اسئلة كتير بتجيلي عليه، هو ايه شكله، ايه حلو ولا لا. هو خامته ناعمة جدا وبيمط طول وعرض. نتكلم عليه تاني، بس اهو زي ما انتوا شايفين كده بيمط طول وعرض. تمام، زي الجاكار بالظبط، يعني هو زي الجاكار. تمام، اهو بصوا برضو الجاكار بيمط معانا طول وعرض. الخامات دي بتبقى حلوة قوي في الاونلاين، يعني ممكن نشتغل فيها اونلاين. بصوا انا بحب قوي الجاكار المشرط، لانه اولا ما بينتش خالص وبيبقى حلو قوي في الشغل. نيجي بقى للخامة التالتة اللي هي القطيفة. القطيفة جاكار او قطيفة سنبلة. تمام، في منها غير السنبلة، في يعني اشكال تانية، بس نفس الخامة. بصوا هي بتمط عرض زي ما احنا شايفين، بس ما بتمطش طول، هي زي القطيفة. تمام، هنشوف القطيفة في الشرح اللي بعديها. زي ما احنا شايفين كده بتمط عرض، انما الطول يعني ثابتة، لا مش مطة قوي يعني. نيجي بقى للخامة الرابعة، ودي القطيفة. دي القطيفة العادية، القطيفة الليكرا بتاعتنا العادية اللي بنعمل منها كفرات مراوح، الحاجات اللي هي الخفيفة. هي دي بتمط برضو عرض زي القطيفة الجاكار. دي برضو بتمط عرض ما بتمطش طول، الاتنين شبه بعض. تمام، انا بوريكم الاتنين. ودي عندنا الانترلوك بتمط طول وعرض، وضح لكم اهو طول والعرض برضو بيمط. يبقى احنا عندنا ودي الجاكار بيمط طول وعرض. احنا عندنا الاتنين زي بعض واتنين زي بعض. الانترلوك والجاكار بيمطوا طول وعرض. القطيفة السنبلة والقطيفة الليكرا بيمط عرض ما بيمطش طول. تمام، بنحتاجه زيادات في القماش. وده اهم حاجة بقى اللي هو الكورنيش. الناس اللي سألتني على الكورنيش، هو ده يا جماعة الكورنيش، اسمه كنار، اسمه كورنيش كفرات زي ما احنا شايفينه كده. تمام، بيبقى برضه ليه عدلة وقلبة. تمام، انا كده وريتكم القماش اللي موجود عندي اللي بنشتغل بيه اونلاين. بصوا الصور دي للجاكار. تمام، وده القطيفة الجاكار رسمة جديدة. في برضو دي برضو القطيفة الجاكار اللي هي سنبلة، وفي برضو دي فيها الانترلوك فوق. تمام، نيجي بقى للخامة الحلوة دي اسمها فرو. تمام، الفرو ده يا جماعة ما ينفعش اونلاين، ما ينفعش تشتغلي عليه اونلاين ابدا. ده لازم تروحي عند الزبونة وتقصي. انما لو هتعملي بياضات زي اللي فاتت دي عادي مش مشكلة، بس ده حاجة تعملي حاجة زي كده لا، لازم تروحي عند الزبونة وتقصيها. تمام، في البابلز، في اللي هو المضلع. وزي ما قلت لكم لو هنعملها بياضات زي كده عادي مش مشكلة، ممكن تعمليها اونلاين. انما لو هتعمليها كفر لا، لازم تروحي للزبونة. يا رب الفيديو ده يكون مفيد ليكم واستفدتوا وعرفتوا الخامات اللي موجودة في السوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.